ازيكم يا حبايبي المروفان؟ لسه جايه من السوق حالا، وقتي حصري رسمي. ادخلوا بس على قناتي يا امنياتي، انا وجوزي روفان وتعرفها نيل على النضاره. لسه داخله حالا والله، بس مش قادره، السوق موت. الاسعار ادخلوا بس على قناتي هتعرفوا نهايه الاسعار بتاعه المروفان، حاجه كده فاخر من الاخر. الاسعار بدات تنزل يا جماعه، ادخلوا بس على قناتي يوميات انا وجوزي وروفان وهتعرفوا نهايه الاسعار. بس اهم حاجه لايكاتكم واشتراكاتكم، بحبكم. ازيك يا حبايبي مروفان؟ ايه يا مروفان؟ خير خير يا مروفان، خير يا مروفان. يعني جبت شويه حاجات كده ايه يا جماعه على الماشي، بس اهم حاجه لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. بتاع فصل يا جماعه. الفاكهه مش غاليه قوي، نبدا بقى نشوف الفاكهه الثانيه. جبت موز اهو يا جماعه. الموز ده جايبه الاثنين ب 25. ده انا جايباه اساس الروفان، الاثنين ب 25. بقى الموز 2 ب 25، الاستفندي الاتنين ونص بال20. كرومباه ب 20، كانت بتقول لي ب 30 خدتها منها ب 20. انا جايبه الحاجات دي الظهر يا جماعه. الخاص الاربعه ربط ب 10، كانت بتقول لي الثلاثه خدت ايه كده. جبت بصل. انا بحب البصل الصغير يا جماعه، ما بحبش الكبير. ده جايباه ب 25 جنيه الصغير ده. ليه؟ بتبقى على قد الاكله، يعني بجيب البصل على قد الاكله. جايبه البصل مش اللي هو الكبير، ما بحبش الكبير عشان ايه؟ قدامك تخرطي لي الاكله وخلاص. جايبه ده ب 25، جايبه 2 كيلو بال 50. نوع ايه؟ بلدي، اللي هو الاحمر، مش الصعيدي، مش في احمر وفي اصفر. انا جايبه الاصفر، جايبه اللي هو مش الكبير قوي. جايبه الاثنين ب 50، الكيلو ب 25. بعد كده بقى يا جماعه جبنا جزر، شيل الجزر. جبت الجزر، فاكرين لما الجزر وصل ل 30 جنيه؟ ماشي؟ لا، الكيلو ب 5 جنيه. حلو والله، كيلو ب 5 جنيه. جزر جميل. واحنا جايبين جزر وايه؟ كيس اتقطع. ايوه. وجبت كيلو بسله ب 25 جنيه. اكمني محمد وبابا هما اللي كيفين بسله، ف البسله الكيلو ب 25 جنيه. جبت كيلو بتصفى لما بتيجي تفرطيها على نص كيلو، هو يا دوبك عشان ايه ما، وانا مش مياله ليها قوي فانا بجيبها لمحمد والبابا. والجزر طبعا جايباه للسلطه وللبسله والايه وللاكل، لان ولادي هما قاعدين كده بيحبوا يقرقضوا. والبسله يا جماعه ب 25، والجزر ب5. وجبت ايه تاني يا جماعه غير الجزر؟ جبت ايه؟ بطاطا هنشويها. لا ما بعملهاش صينيه، العيال ما بيحبوهاش صينيه، انا بشويها في الفرن. البطاطا الكيلو ربع ب 10. البطاطا دي كانت ببلاش، كان الشوال ب 10 جنيه في يجي 5 كيلو. مش عارفه البطاطا ليه غاليه السنه دي. وجبت كيلو لحمه يا جماعه، شفتوا حمرا ازاي؟ دي كيلو لحمه من موزه ب 260. اللحمه عندنا ب 260، مش عارفه بس هي في اماكن ب 300. اللحمه انا جايباها ب 260 يا جماعه، حمرا وجميله خالص. ماشي؟ اللحمه ب 260 لازم يعني نوريها قوي، يعني ايه الوجبه بس الحرام يعني. يبقى كده ايه؟ ولا ناكل مشتريات. فدي يا جماعه نهايه المشتريات. البطاطس انا ما جبتش بطاطس لان عندي في الفريزر. البطاطس يا جماعه انا جايباها المره اللي فاتت الكيلو ب 10 جنيه، تحفه. وفي القلي حلوه قوي والله العظيم، في القلي جميله قوي. فده نهايه المشتريات يا جماعه. ودي الاسعار اللي انا جبت بيها. قلت اقول لكم الاسعار عشان الست اللي بقالها كتير ما بتنزلش السوق بتجيب من التجار بيجوا لها لحد البيت تعرف الاسعار عشان ما يضحكوش عليها. فلو عجبكم الفيديو والمشتريات اللي احنا جبناها ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. في واحده قالت لي اشتري الكرومبايه ازاي في القناه القديمه. بصي تشتريها ازاي تحسي ان هي مش مكبوسه، بتلق معاكي، بس برضك ما تبقاش فاضيه، دي تطلع لك ورق كتير، ما تبقاش مكبوسه، فاهم؟ تحسي كده بتبقى معاكي. فدي نهايه المشتريات يا جماعه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلدي مع مروفان، كل جديد في جديد مع مروفان. بحبكم، باي باي.